اخواتي وحبايبي الاهلاويه، انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي مزعلكم من محمود وفا؟ ايه اللي بيخليكم تفتشوا وتدوروا على اللي حصل ما بين غرفه الفار وما بين محمود وفا في اللقطه بتاعت ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي في ماتش سيراميكا؟ بتدور ليه؟ يا باشا انت في منظومه يطلع فيها رئيس لجنه حكام يقول لك احنا جبنا للمستشار الحكم اللي بيحبه، وعدت مرت مرور الكرام على الشاشات ومرت مرور الكرام. يا باشا انت في منظومه بيطلع فيها رئيس لجنه حكام تاني وراها يطلع يقول لك روح البروتوكول. اخترع مصطلح من الهوا مش موجود في اي حته في العالم، وقالوا عشان يبرر بيه خطأ حكم. استدعى حكم الساحه، حكم فار استدعى حكم الساحه عشان يشوف كوره ما اتلعبتش من الثبات، حاله مش من حق اي فار في العالم يستدعي فيها حكم. مصر ما شاء الله، ومرت مرور الكرام وانت سكت. مرت مرور الكرام. يا باشا انت في منظومه بيطلع فيها حكم دولي على الشاشات قدام الملايين على اشهر قناه رياضيه في مصر، يطلع يقول لك احنا احتوينا الزمالك، ومرت وعدت مرور الكرام. فانت منتظر ايه؟ ايه اللي يحصل في محمود وفا؟ ايه اللي انت منتظره؟ مستني ايه؟ تستناش، مفيش حاجه هتحصل. بيدافعوا عنه دلوقتي، طالعين يدافعوا عنه ويقول لك هو ما اخطاش، ده هي مش ركله جزاء. مش موضوعي خالص. ان حتى التحقيق مفيش تحقيق. في عقوبه، في عقاب. اه 5 ماتشات ما يحكمش للنادي الاهلي. طب ما يحكمش وهيقعد في البيت؟ لا 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 لا، ما يحكمش بس للاهلي. احنا قلنا له كده عيب كده كخ، وما تحكمش الاهلي تاني، حكم في اي ماتشات تانية 5 ماتشات اللي فاضلين. برافو، شجع يا باشا اللي وراه يعمل كده وانت ساكت. خلاص ادفع ثمن سكوتك وما تتكلمش وما تفتحش بقك.